يا جدعان انا شفت الفيديو ده كنت هعيط اقسم بالله. انا وحشني محمد صلاح قوي بجد. انا بجد حزين ان محمد صلاح وهو في عزه عنده 19 سنه ولا 20 سنه كان في الدوري المصري. محمد صلاح في الدوري المصري كان ميسي مثلا، كان بيعمل حاجات مش طبيعيه. ورغم كل ده يوم لما احترف راح بازل يعني، وبازل دي راحوها بالعافيه يعني، مقاولين انه خلوه يمشي بالعافيه. انا بس بتخيل لو محمد صلاح في عزه كده في الفتره دي في شبابه كان في ليفربول، راح ليفربول طق مره واحده مع يورجن كلوب، كان ممكن ايه اللي يحصل؟ اه محمد صلاح راح تشيلسي وهو عنده 23 سنه، ولكن راح وفي عتاوله، كان في يعني فحول هازارد بقى والدنيا دي كلها، ورغم كده كان بينزل بديل ويجيب اهداف عادي. محمد صلاح يا جدعان راح ليفربول متاخر قوي وعنده 25 سنه 26 سنه. انا الفتره دي برايم، انا الفتره دي فاكر فيها كل حاجه. اول لما محمد صلاح وصل ايطاليا انا فاكر كل حاجه، انا فاكر كل جون. انا كنت بقى كان ساعتها الماتشات مثلا ما بتتذاعش، كنا بندور على اي هدف، بنتنشأ على اي هدف لمحمد صلاح، بالذات فتره روما يا جدعان. دي فتره ذهبيه. انا نفسي اتخيل لو كان الراجل ده استقر في نادي واحد وكان احترف بقى من هو صغير مثلا. كان فيها اكاديميه مثلا اتبنته من اكاديميات، عمل فتره معاش ايا يكن، محمد صلاح كان يبقى في حته تامنه. يا جماعه محمد صلاح حاجه عاليه قوي. محمد صلاح لعيب كواليتي. ظلمته جنسيته، ده بجد بقى ظلمته جنسيته وظلموا الظروف، ورغم كل ده شفناه في ليفربول، رغم كل ده عيشنا حاجات احنا ما كناش هنعيشها. وحشني محمد صلاح، وحشني الفترة بتاعته وهو في عزه. حزين عليه جدا. ولكن الفيديو ده انا بالنسبة لي ايقوني، انا مصوره عشان يبقى عندي على البيج. كل لما محمد صلاح يوحشني هرجع اتفرج عليه. محمد صلاح اسطورة مصرية انجليزية كروية، مش هتتنسي من التاريخ ولا هتتمحي من تاريخ كرة القدم. اتمنى نشوف محمد صلاح تاني. اتمنى حمزة عبد الكريم يعيشنا ربع اللي محمد صلاح عايشه لنا، مرموش يعيشنا التلت اللي محمد صلاح عايشه لنا، لان ما اظنش حد هيعمل الكلام ده. ما اظنش حد هيوصل للليفل ده مهما كان راح نادي ايه، مانشستر سيتي، برشلونة. محمد صلاح كان حالة خاصة وهتفضل حالة خاصة عند المصريين. وحشتنا محمد صلاح. واتمنى تاخد كاس افريقيا السنة دي لانك تستاهل، وانت اسطورتنا ككرة قدم. بعيدا عن كل حاجة، بعيدا عن التفاصيل اللي بره الكورة، بنحبك يا محمد صلاح وهنفضل نحبك ومش ناسيين لك اي حاجة انت عايشتها لنا. فشكرا محمد صلاح.